أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة. أحن إلى خبز أمي ولمسة أمي وقهوة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري. ليش طيب؟ وأعشق عمري لأني أخجل إذا مت يوما من دمع أمي. شوف سبحان الله، الرجال هذا اسمه مذكور في أحد شوارع أمريكا. وشوف حقرب الكاميرا، محمود درويش. ورفعنا لك ذكرك. حاول انك انت تقرب الام. حامل الام العاديه عندنا بتبقى حامل في طفل او طفلين او ثلاثه. شوفوا دي حامل في كم هائل من الاطفال وموجود في بطنها وبتعاني عشان تخرجه. شوفوا رابطه ديلها ازاي وعماله يعني تضغط على بطنها لحد ما بطنها اتفتحت. وشوفوا شوفوا كم الاطفال اللي خارجين، الاجنه اللي طالعه. وشوفوا لوحدها، مفيش حد بيساعدها، مفيش ممرضات يعني بيسهلوا عليها الولادة. شوف من نفسها، حملته كرها ووضعته كرها. سبحان الله العظيم. شوفوا قد ايه أنثى حصان البحر، لكل هؤلاء الأطفال، عمالة يعني تضغط على نفسها وتطلع أجنتها من بطنها لوحدها، وبصبر وبجلد وبحسن خلق. والأطفال عمالين يشوفوا كم كبير، أعداد كبيرة من الأطفال. شوفوا ده طلع أول ما شافها هي رايح لها بيقول لها أنت أمي. أيوة أنت أمي. كان الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، عالم الشام، أسأل الله أن يفرج على إخواننا في سوريا. كان بيقول، هو عالم في اللغة وعالم في الشريعة، فكان بيقول بالسوري بلهجة السورية، ما بيصلح تقول اشتريت قصر وملعقة، أو اشتريت سيارة وقارورة مي. ما هي راكبة يا أخي. اشتريت قصر وملعقة، ما هي راكبة الجملة يعني أخي. لكن بيصلح تقول اشتريت سيارة، قصر وسيارة، أو اشتريت قصر وعمارة. جيب كبير ومعاه كبير. كذلك قال الله في القرآن: ما ذكر اسمه إلا وذكر بعد الواو وذكر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. علينا اللهم اجعلنا من أحب الناس إلى والدينا، واجعلنا من أقرب الأبناء لهما. اللهم أكرمنا بالسؤال عنهما والحرص عليهما. اللهم لا تشغلنا عن والدينا بمال ولا زوجة ولا ولد. اللهم ارزقنا برهم في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم لا تجعلنا ممن يعق فيعق أو يهجر فيهجر. اللهم وفقنا وزوجاتنا وأبنائنا لبر والدينا وارزقنا. طبعا الله يحب يشوفك وانت مع والديك، يحب يشوفك تجلس معاهم، تتكلم معاهم، تاخذ وتعطي معاهم، مو جالس في الغرفة مقفل على نفسك 4 ساعات أو 5 ساعات على الانترنت. لا، يعني أحيانا أمك تبغاك تجلس تتكلم معاها، تسولف معاها، تحكي لها إيش سويت في يومك أو إيش صار معاك. وحتى هي أحيانا يكون عندها أشياء تبغى تفضفض وتطلع لك هذا الشيء، بس أحيانا تخاف تقول لك يا ولد اجلس، لأنها ما تبغى تكبت عليك، أو ما تبغى يعني تبغى تاخذ منك حريتك. فلذلك تبغى الله يحبك يجعله يراك وأنت تتحدث معهم. تاخذ الليل مهما طال لا بد من بزوغ الفجر، والعمر مهما طال لا بد من دخول القبر. طبعا أنا عندي مشهدين راح تعرض الآن. المشهد الأول عبارة عن أرانب صغار وأمهم ماتت، قتلت من حيوان من الحيوانات، وهم لا يعرفون أنها ماتت، لكن لا فات الفوت ما ينفع. شوفوا شكل السماء هنا الأرانب بتحاول توقظها وبتحاول إنها ترضع منها. القمر بجمالها شوفوا ازاي بيحاولوا ينبهوها. تتحدث. سبحان الله العظيم.
أمك التي تعيش عندها اليوم؟ أتسمع ضحكاتها؟ أمك الحنون التي تسأل عنك يوما بعد يوم؟ أمك التي تشعر عندها بالعاطفة والرحمة والحنان؟ أمك التي أنجبتك وحملتك وأرضعتك وربتك حتى صرت رجلا. أرأيت هذه الأم؟ سيأتي يوم من الأيام أطال الله عمرها وأحسن عملها، لكنك ستفقدها يوما من الأيام. هكذا كما ترون كل منا سيفقد أمه، سيفقد أباه في يوم من الأيام ولا بد. سيقف أحدنا عند قبرها، سيقف عند قبره، سيرفع يديه يدعو الله عز وجل لهما. أمك التي ربما تأففت منها أحيانا، ربما تململت أحيانا من سؤالها، ربما انزعجت أحيانا من صوتها، ربما تضايقت وضجرت من أمراضها. يوم من الأيام ولن تعرف قدرها إلا بعد أن تفقدها. إنها أم إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، أي هذه الأم النشيطة الشابة التي تحملك وتربيك وتصنع طعامك وترتب غرفتك، يوم من الأيام ستكبر، يوم من الأيام سيحدودب ظهرها، يوم من الأيام يشيب شعرها، يوم من الأيام يرق جلدها، يوم من الأيام ربما حتى قضاء حاجتها لا تستطيع، يوم من الأيام ربما حتى الطعام ما تستطيع أن تأكله ولا الشراب تشربه. يوم من الأيام كما احتجت إليها طوال حياتك ستحتاج إليك يوما من الأيام. لا تضيع الفرصة، لا تضيع الفرصة، فإن ملك الموت لن يستأذن. لا تضيع الفرصة، فإن الموت لا رجعة فيه. أحبب من شئت فإنك مفارقه. سيأتي يوم أمك التي الآن تتكاسل في زيارتها، الآن لا تسأل عنها حتى بالهاتف، الآن تغضبها وتذهب إلى أصحابك وأصدقائك ولا تبالي، سيأتيك الخبر يوم من الأيام: فلان أمك عظم الله أجرك فيها، أطال الله أعمار أمهاتنا، لكنها الحقيقة التي لا بد منها. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. ائتي إليها بأحسن الأطباء، جئ لها بأحسن الدكاترة، اذهب بها إلى أحسن المستشفيات، لكن إذا نزل القدر بطل الحذر وظن أنه الفراق. والله لتقفن على قبرها يوما، ولتجلسن عند قبر أبيك يوما، فلتذكرن طفولتك معها.